دلوقتي هنستعين بشات جي بي تي وهو اللي هيختار لنا الاشكال الهندسيه اللي احنا هناكل بيها. انا هساله انا اختار لي شكل هندسي، فانا هكتب دلوقتي اختار لي شكل هندسي. ان شاء الله مثلث ومتلاقيش حاجه فيها. هكتب ثنائي الاضلاع علشان ما يسالنيش سؤال تاني. تمام يلا. او ماي جاد، لا 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 مثلث، لا لا مش قلت لكم مثل المثلث، كتب لي مثلث. لا الموضوع كده يبقى صعب. هتاكلي شرائح بطيخ بس. يا نهار ابيض، كده يبقى صعب قوي. سي واحد شكل. أيوة. اختار. قلت لكم يا جماعه مثلث. شكل هندسي اخر. انا نفسي بقى في دايره. انت هيطلع لك ايه؟ مستطيل. او ماي جاد. حلو. ورسمه كمان مستطيل. طب ايه الاكل المستطيل ده؟ يبقى صعب قوي برضه. لا حلو، اكل بسكوت. البسكوت مستطيل. مستطيل. يا نهار ابيض، يعني انا مثلث وانتي مستطيل. يعني خلاص بقى، هو حلاوه التحدي في ان هو يبقى صعب، فكده مثلث وسوسي مستطيل. بصوا يا جماعه، احنا جينا عند بيتزا هات عشان انا مثلث وهي مستطيل. خلاص قررنا ان احنا هناكل بيتزا. انا هاخد بقى السلايز المثلث وهي هتاخد اللي هو مستطيل. يعني على حظنا ان احنا لقينا حاجه مستطيله النهارده. او ماي جاد. الحمد لله جبنا البيتزا. بقى انا هوريها لكم. انا كنت متوقعه ان انا هلاقي بيتزا مثلثه. بصراحه دي يعني كناش بيتزا مستطيله. مستطيله وثلاثه. هي قصدها بيتزا مستطيله. واو، معلش هما ايه ده؟ بصوا حلوه قوي، وجبه اول مره نشوفها بصراحه. كان قايلين ان هي تشيكن وينجز، فين؟ بس مش عارفه دي دبابيس صغننه كده. بس البيتزا شكلها يامي يامي. الف هنا. يلا يا سوسي، انتي بقى ابدأي كده البيتزا بتاعتك وقولي لي رايك فيها ايه. البيتزا المستطيله. يلا عشان انا جعانه، دوقي. الموتزاريلا يعني تحفه. هي طعم ايه؟ البيبروني. بس شكلها منفوخ وشكلها يجنن. دوقي بقى التشيكن دي كده. حلوه ولا اي كلام؟ هي شكلها بصراحه مش تتبيلتها ضعيفه خالص. وحشه. مفيش تتبيله. شكلها يعني مش يامي خالص. طب دوقي البطاطس. دي وجبه جديده يا جماعه من بيتزا هات، يعني اول مره نشوفها. بطاطس عاديه بس بتاعت الويدجز بتاعت ماكدونالدز احلى. الويدجز بتاعت ماكدونالدز احلى، صح؟ شكلها بس هي البيتزا شكلها بس هي اللي حلو بصراحه. البيتزا احلى حاجه. البطاطس نص نص دي لا. ده الاكل المستطيل، بس هي البيتزا شكلها يجنن من بيتزا هات. يلا بقى ايه الفتح بتاعي. الاكل المثلث يا جماعه. طبعا يعني سيبوكم من الشكل ان هو يعني مدور. البيتزا مدوره. بس انا هاخد بقى سلايس كده. يبقى مثلث. يبقى كده انا اكلت ايه؟ مثلث. بس بصراحه البيتزا منفوخه شكلها يامي. متوصلين بصوص الرانش. طالبه تشيكن رانش، يا رب يطلع حلو. انا بحسدك عليها بصراحه. ماي فيفورت يا جماعه هي الرانش، يعني لا مثيل لها. حلوه، بس انا حاسه ان الحشو بتاعها قليل قوي. حاسه ان التشيكن قليله جدا. بس باين هنا ان التشيكن كتيره يعني. لا معرفش، حاسه ان البيتزا اللي هي العجينه نفسها اكتر من الحشو. بصراحه بيتزا ستيشن هي اجمد بيتزا بالنسبه لي. بيتزا هات بالنسبه لي مطعم متوسط. هاكلها بقى عشان مضطره اكل النهارده. اختيار تاني يا جماعه. اختيار تاني. 2,000 years later. 2,000 years later.
جينا بقى عند كارفور عشان نشوف حاجة تكون مستطيلة وحاجة تكون مثلثة. اظن كده مفيش اكتر من كده مثلث. مثلث اهو، مثلثات اهي. قاطعينه مش مستطيل قوي. لا مستطيل والله العظيم قاطعينه مش مستطيل، تحسي ان هو مستطيل. مش عارفه زي الداخل على الدايموند. بصي من في مستطيل اهو، اهو شايفاه ماشي. عشان يبقى مستطيل بجد، لكن ده بصراحه طب كيك الشوكليت. قاطعينه مش مستطيل قوي. ممكن برضو دي اللي جوه دي ماشي. وانا بقى ممكن المثلث ده كده اللي عليه مانجو. انا جيت هنا بقى عند قسم الشيبسات والحلويات عشان ندور على حاجات لونها ايه، عشان ندور على حاجات بقى تكون مثلث ومستطيل. فانا لقيت فريسكا ده مثلث ولقيت تورته ده مستطيل، هاخدهم. مش عارفه بصراحه المثلث صعب جدا يا جماعه، جدا جدا فوق ما تتخيل. مش لاقي اي حاجه مثلث، يعني فريسكا ده الوحيد اللي موجود، مش عارفه الاقي ايه تاني. مفيش اكتر من الشكل الدائري في الحلويات، كله يعني معظمه دائري، وبعد كده المربع. مثلث ده يعني استحاله. جيت عند قسم بقى الكاندي والحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها. بصوا يعني انا لقيت في المارشميلو كل الاشكال يا جماعه. بصوا ورد يعني مش عارفه الشكل ده اسمه ايه. وعندي هنا نص دايره شايفين، وعندي دوائر كتير. عندي هنا كمان حاجه زي شكل الكون وكده، مش عارفه ده ينفع ولا لا، بس شايفين سعره كام؟ ده ب104 جنيه يا جماعه، استحاله اجيبه، حتى لو شكل المثلث مش هجيبه اصلا. بس كل بصوا الاشكال، حتى في بطيخ، في شكل بير يعني دبدوب، في شكل دبدوب، في اشكال كتير ما عدا المثلث.